السلام عليكم لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ اليوم بغيت نقدم لكم واحد الكيكات فرديين اللي كيجيو زوينين صراحه. وكيعجبوا الصغار والكبار، خصوصا الوليدات الصغار بالنسبه يديو معاهم المدرسه ولا لما لا في الوجبات ديال الكوتي ولا الفطور. هنا باش ما نطولش عليكم عندي واحد كاس الا ربع ديال الزيت، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، عندي كذلك واحد كاس الا ربع ديال الحليب. هنا غايبان لكم بحال كاس كراميل، ولكن هنا هذا عنبه، هذا صغير من العنبه، يعني هنا شويه كيكون زايد. عندي هنا الدقيق واحد جوج كيسان كبار ديال العنبه هنا بيان سور. عندي واحد جوج معالق كبار ديال الكاكاو هنا المر. بالنسبه للكاكاو انا خديت ديال العبار، ما خديتش ديال الخنيشات. الفرق اللي كيكون بيناتهم، هذا كيكون شويه مر، الاخر كيكون شويه حلو، وحتى في اللون هذا كيعطي اللون شويه قهوي او اسود، والاخر شويه كيجي باهت. هنايا عندي حبه ديال البيض، وعندي حبيبات الشوكولاته، كذلك عندي كيس ديال الخميره من وزن 8 غرام، وكيس ديال السكر فانيلا. نبداو على بركه الله. غناخذ اول حاجه الاناء اللي غادي نخلط فيه على هذا الشكل. غادي نفرغ ديك الحبه ديال البيض، بسم الله، على هذا الشكل. كنظن انه واضح. غادي نضيف السكر سنيده، كيس ديال سكر فانيلا، هنا ملي غنكون كنخدم غادي نضيف واحد المكون اخر، دونك تبعوا معايا البنات باش يبان لكم كلشي متضح. درت السكر، درت فانيلا، وكذلك ديك الحبه ديال البيض، وغادي نخلط هاد المكونات جيدا. اللي بغى يدير هاد العناصر في الطراد الكهربائي يمكن له يديرهم على هذا الشكل. هنا من بعد ما خلطنا ديك البيض مع السكر غادي نضيف الزيت. بالنسبه للسوائل والسكر سنيده راه تقريبا خدينا نفس العبار، يعني كاس الا ربع ديال العنبه، كاس ديال العنبه على هذا الشكل. غادي نضيف كذلك كاس الا ربع ديال الحليب، بحال هكا. وهنا غنبدا في الاضافه ديال النواشف. غادي نضيف نص كميه ديال الدقيق على هذا الشكل، وغنضيف جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر. انا هاد الدقيق ديجا مغربلاه، ولكن خديت الصفايه باش نغربل الكاكاو، حيت كيف كتشوفوا كيبقاو دوك الحبيبات. نحاولوا ناخذوا معلقه ونديروهم هكا، وغنخلطوا حنا. من بعد ما خلطت ديك الكميه اللي درت غادي نزيد الدقيق. غير هنا ما غاديش ندير الكميه كامله، غندير غير النصف ديالها. دونك بحال غنديروا كاس ونص ديال الدقيق الابيض اولا الفورس. وغندير ديك الخماره على هذا الشكل، خميره الحلويات ولا خماره، كل واحد وشنو كيسميها. وغنخلط هاد المكونات بعد ما ينسجم لينا ديك الدقيق والخميره مع الخليط. غادي نضيف كذلك ديك الحبيبات ديال الشوكولاته. هنا يمكن لكم تضيفوا الكركاع الا عندكم، يمكن لكم تضيفوا الفواكه الجافه الا بغيتوها كامله، دونك الزبيب، اللوز، هادي اللي متوفر عندكم ديروه.
على هذا الشكل. كتشوفوا القوام ديالو كيجي اسود. هنا غادي نزيد دوك الحبيبات ديال الشوكولاته. هاد الحبيبات ديال الشوكولاته بالشوكولاته السوداء، يعني كيكون شويه غالب عليهم ديك النسبه ديال الكاكاو. بحال هكا. هنا ها هي الكميه ديال الدقيق غادي نحيدها، وغادي نمشي باش نوجد لي مول اللي غنفرغ فيهم الخليط ديالي. هنا لا فامي خديت هذا المول ديال المول عجيب صغارين، دهنتهم بالزبده ورشيتهم بالدقيق. وغادي ناخذ هنا ما غاديش نعمرهم كاملين، غدا دونك غندير غير واحد الكميه قليله، دونك بحال نعمرهم غير حتى الوسط، حتى النصف عفوا الوسط، ما ديوش عليا بحال هكا. دونك على هذا الشكل بحال غنديروا معلقه كبيره مملوءه، وغنستمر بحال هكا حتى نكمل هاد لي مول اللي عندي كاملين. ومن بعد غادي ندخلهم للفرن باش يطيبوا. غنبقى مستمره بحال هكا. دونك هنا كيف قلت لكم الوليدات اللي ما كياكلوش الفواكه الجافه، الا دخلناهم ليهم هكا في شي حاجه ديال الشوكولاته راه كونوا متاكدين انهم غياكلوا. خصوصا هذا خصوصا الا شدينا الكركاع ولا اللوز وطحناهم كيجيو بحال هكا ناعمين وكيجيو زوينين، ما كتحسيش كاع بديك. خصوصا الصغارين، ديما كنقول لكم خصوصا الوليدات الصغار ما غاديش يحسوا كاع بهذيك اللوز ولا الكركاع الا كانوا ما كياكلوش. غنستمر بحال هكا نكمل الكميه اللي عندي، ندخلهم يطيبوا، ومن بعد ان شاء الله غادي نعمروهم من الوسط. دونك نستمر نكمل هذا الشيء، نعمر هاد ليمون ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. هنا من بعد ما عمرت دوك ليمون ديالي، هنا عطاني واحد 12 حبه، غادي ندخلهم الفرن بما يطيبوا ونعاودو نتلاقاو لا فامي. وهنا من بعد ما خرجنا دوك الكيكات الفردين من الفرن درتهم هكا، درت لهم ديك لا كريم باتيسير. انا لا كريم باتيسير اللي درت لهم هذيك لا كريم باتيسير الجاهزه اللي كتضيف لها السكر والحليب ودغيا كتوجد. رشيتهم من فوق بهذوك الشكلاط اللي كيتباع يا اما 5 دراهم ولا 10 دراهم منه عند اصحاب مستلزمات الحلويات، وكيكون هذا هو الشكل ديالهم النهائي. كيجي فيهم واحد المذاق غزاله البنات وهشات. وكيف شفتوا لداخل درنا فيهم دوك حبيبات الشوكولاته كيجيو لذاذين بزاف. هنا على فكره بغيت نقول لكم الا ما عندكمش الحليب يمكن لكم ديروا غير بودله ديال الحليب وديروا في بلاصه تقريبا شي 2 معالق ديال بودره الحليب مع واحد نص كاس ديال الماء، وهنا نعوضوهم بهذاك الحليب. ولا يمكن لينا نديروا ياغورت طبيعي، المهم كل واحد يقدر يديرهم كيف ما بغى. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي قناه يوميات سوكي والضغط على جيم، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. شكرا لكم على الدعم ديالكم متواصل، شكرا للتشجيع ديالكم. الى اختكم اليا والى وصفه مقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.